تعالوا اوريكم 3 شخصيات عندهم تنافر معرفي. وائل بيشرب سجاير مع انه عارف انها مضره جدا. فؤاد بيحب ولاده وعايز مصلحتهم وفي نفس الوقت بيقهر شخصيتهم بالضرب والزعيق. الاء ناشطه بيئيه واكتشفت النهارده ان الشركه اللي بتشتغل فيها بتساهم في ضرر البيئه جدا. ال3 دول عندهم تنافر معرفي او كوجنيتيف ديزونانس لان في تناقض بين افكارهم وافعالهم. فايه اللي بيحصل هنا؟ رد فعلنا الطبيعي ومن غير ما بنخطط له هو ان احنا نحل التناقض ده، فبنلجأ لطريقه من 4. اول حاجه تغيير الفكر. مش مهم الكتب بتقول ايه، الضرب هو احسن طريقه للتربيه. تاني طريقه للتعامل مع التناقض ده بقى هو تغيير الفعل. لا انا كده لازم اسيب الشغل. تالت طريقه بقى هو ان احنا بنزود فكر تالت مع الميكس ده بتبرر الفعل او الفكر. لو باكل اكل صحي وبتمرن كويس يعني التدخين مش هيضرني قوي. ورابع طريقه بقى هي تصغير المشكله. فكلنا اتربينا بالطريقه دي وطالعين زي الفل اهو. الشركه اللي انا بشتغل فيها لا تمثلني ولا تمثل قيمي، دي حاجه ودي حاجه.